حرامي بيقول لصاحبه الدنيا دي ما بقاش فيها امان، انا رحت اسرق تلاجة من عند جيراننا لقيت الغسالة بتاعتنا عنده. واحد بيقول لصاحبه لو دخلت الاسانسير ولقيت واحد ومراته واقفين في الاسانسير يحسسوك انك دخلت عليهم اوضه النوم. الراجل ياخد وضعيه انفاس الطور وهي تلزق فيه، قال يعني بتقول له يا باتمان احميني. واحده بتقول نصيحه، لو عايزين تتصوروا وتبينوا شفايفكم بارزه قولوا فول. شوف العبيطه بتجرب دلوقتي، انا بقول لما تيجي تتصوري وانت يا راجل عيب على طولك، احترم شنبك، انت كمان بتجرب. واحد كاتب بوست على الفيسبوك بيقول يا جماعة اللي كاتب اسمه على الفيس أسير الظلام وأسير الغرام وأسير الحب ملاقيش عندك أسير ليمون. واحد كاتب بوست بيقول عزيزي الفيسبوك انت كرهتني في نفسي وتقترح لي أشخاص تعرفهم. أيوة يا سيدي أعرفهم ومش عايز غير فراقهم. واحد بيقول لصاحبه والله أنا ما في حد مسليني غير اللي بيكلمني في مخي، عليه محادثات بس ساعات بيندل معايا ويضحكني في أوقات غلط. اتنين مساطير، واحد بيقول للتاني هكتب لك جمله واتحداك لو ما اتلخبطت فيه، التاني بقى يقرا معاه بك 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 بك، قال له ممتاز الدرس الجاي اعلمك ازاي تبيض. واحده بتتعلم سواقه سالها المدرب لو كنت ماشيه بالعربيه بسرعه وفجاه جوزك واخوكي طلعوا قدامك على الطريق هتدوسي ايه؟ قالت له هدوس جوزي. قال لها يا ست للمره المليون بقول لك تدوسي فرامل. ولد بيقول لابوه يابا ادينا نصيحه، قال له يا ابني الانسان الناجح هو اللي يقدر يحدد امتى يطلع البسكوته من الشاي قبل ما تدوب. واحد بيقول لصاحبه بخصوص الحكمه اللي بتقول تألمت فتعلمت فتغيرت، طب ما انا برضه قادر اقول حكم، جوعت فاكلت فشبعت فنعست فنمت فحلمت. واحد ماشي في الشارع شاف واحد قاعد مع واحده، قال لهم في الاول هتتبادلوا مع بعض الاغاني وبعدين هتتبادلوا مع بعض المشاعر وهتتبادلوا مع بعض الغيره وبعدين الصمت وبعدين البلوكات. واحد بيدعي على الفيسبوك وبيقول يا رب رحمتك و20 مليون دولار وايفون 16 برو ماكس وسفر لحته هاديه وحسن الخاتمه يا رب. بيقول لصاحبه اللي بيحبك عشان شكلك هيجيله يوم ويرحل، لكن اللي بيحبك عشان روحك برضه هيجيله يوم ويرحل، يعني كده كده غير في داهيه. واحد بيسأل صاحبه بيقول له موهبتك ايه يا صاحبي؟ قال له موهبتي بعمل اللي في دماغي. قال له ما شاء الله، وبعدين؟ قال له بتيجي على دماغي. واحد اشترى موبايل قعد معاه سنه ملقاش حد بيتصل عليه ولا بيسأل فيه، راح منزل بوست على الفيسبوك كاتب اللهم دمر هاتف من لا يسأل عني، اللهم عطل بطاريته وكسر شاشته وخرب ازراره وفجر كل محتويات هاتفه، اللهم اجعله دائما خارج التغطية. حوار بين زوجين بعد سن ال50، الراجل بيقول لمراته الله ايه الريحه الحلوه دي يا حبيبتي، انت دهنه ايه؟ قالت له دهنه فولتاريه. قال لها جميله احييك على ذوقك، وانت دهن ايه؟ قال لها انا دهن ريباريل جيل خفيف كده وتحسيه رومانسي وبيتشرب بسرعه. واحد بيقول لصاحبه انا سافرت كندا لقيت جسر اسمه جسر النسيان، كل اللي بيعدي عليه بينسى همومه من شده جماله، وعندنا هنا في مصر الجسر على ما تخلص من الزحمه بتاعته تنسى انت كنت رايح فين. واحده بتسال جوزها بتقول له يا حبيبي هو انت ما بقيتش تشوفني في احلامك ليه؟ قال لها اصل يا حبيبتي بقيت اقول الاذكار قبل ما انام. اتنين موظفين قابلوا بعض بعد ما طلعوا على المعاش، واحد بيسال صاحبه بيقول له هو انت شغال في ايه دلوقتي بعد ما طلعت على المعاش؟ قال له انا دلوقتي شغال في المعالجات المائيه للالومنيوم والزجاج والمعادن المختلفه تحت اشراف مختص في هذا المجال. صاحبه انبهر من المسمى وشغله، وبعد شويه قابل ابن صاحبه ماشي في الشارع، قال له تعالى يا ابني هو ابوك اشتغل ايه بالظبط عشان انا ما فهمتش اللي قال لي عليه؟ قال له ابويا بيغسل المواعين لامي في البيت. واحد مصري راح يتعلم في لبنان فالمدرس وقفه وقال له يا ابني بتحب المرأة؟ قال له طبعا يا استاذ، هو في حد ما بيحبهاش؟ قال له طب بتحب معاها رز؟ طلع الاستاذ بيسأله عن المرأة. واحد كاتب بوست على الفيسبوك مطلوب 20 عامل لقطف المانجا من الساعة 3 بعد نص الليل لحد قبل ما يصحى صاحب المزرعة. واحد منوفي هاجر لألمانيا ونزل السوق، راح ركن عربيته في الجراج وهو راجع اشترى شوية حاجات من السوق، راجع لقى عربيته متكلبشة ومحطوط عليها ورقة مخالفة 750 يورو عشان ركن العربية في موقف المعاقين. فصاحبنا راح الصيدلية اشترى كرسي معاقين وراح قعد عليه ونادى على واحد في الشارع قال له معلش وصلني لحد عربيته واتصل بالشرطة. وصله لحد عربيته واتصل بالشرطة، الشرطة جت شافته قاعد على كرسي بعجل، اعتذروا له وقالوا له معلش حقك علينا وادوا له مكافأة 2000 يورو تعويض. الراجل خد ال 2000 يورو وطلع على الصيدلية اعتذر للصيدلي وقال له معلش الكرسي ده مش نافع مع والدتي.
مجنون ومجنونة في مستشفى المجانين ماشيين جنب حمام السباحة. المجنون رمى نفسه في حمام السباحة والمجنونة أنقذته. تاني يوم الدكتور راح للمجنونة وقال لها ليكي عندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو إنك خفيتي لأنك أنقذت صاحبك ودي حاجة كويسة، وتصرف ما يتصرفوش إلا الناس العاقلين وهتخرجي بكرة. إنما الخبر الوحش صاحبك المجنون شنق نفسه. قالت له لا ده أنا اللي علقته عشان ينشف. واحد قاعد زعلان جاب ورقة وقعد يشخبط عليه وبعدين خدها وراح بيها الصيدلية واداها للدكتور. قال له العلاج ده عندك يا دكتور؟ قال له لا مش موجود بس ممكن اجيب لك البديل بتاعه. واحد عنده معزة رقبتها مكسورة كان خايف عليها لا تموت، راح جايب خشبة ساند بيها رقبتها ولف عليها قماش ونزل يبيعها في السوق. واحد راح يشتريها قال له هي المعزة بصة في الارض ليه؟ قال له لا مفيش حاجة دي بس مكسوفة منك. مدرس قال للطلبة اللي عنده كل واحد يرسم لي رسم وشوية وهرجع اشوفها. ورجع بيبص لقى الطالب ورقته فاضية. قال له انت ما رسمتش ليه؟ قال له يا استاذ انا رسمت بقرة بتاكل علف. قال له هو فين العلف؟ قال له ما اكلته البقرة. قال له طب فين البقرة؟ قال له ما بعد ما اكلته مشيت. واحد بيعكس واحدة في الشارع بيقول لها تعرفي انك اجمل واحدة شفتها؟ قالت له بجد؟ مع ان كل اللي بيشوفني بيقول عليا وحش. قال لها مالكيش دعوة بكلام الناس، ما انا كل الناس بتقول عليا ان ذوقي زبالة. واحد قال لمراته اعملي لي كوبايه شاي يا حبيبتي، راحت عملت كوبايه شاي من غير سكر وجابتها له. اول ما دقها قال لها ايه ده مر قوي. راحت حاطه صباعها في كوبايه الشاي. قالت له دوقه كده يا حبيبي. راح مديها بالقلم على وشها. قال لها يا ست روح هات معلقه سكر هي ناقصه قرف. واحده عجوزه راكبه تاكسي كل شويه تمد ايديها للسواق وتديله واحده فول سوداني، السواق ياكلها. بعد شويه تديله واحده تاني، السواق ياكلها. السواق عجبه الفول. قال لها يا حاجه انت جايباه منين الفول السوداني ده؟ قالت له لا ده مش فول سوداني دي شوكولاته بالفول السوداني، بس انا عشان ما بحبش الفول السوداني باخد الشوكولاته وامصها واديك انت الفوق. واحد بيقول لصاحبه مش من الرجوله انك تضرب واحده ست، امسح مكياجها وادخل لها راجل لراجل. واحد بيقول لصاحبه هل تعلم انك لو سقطت من اعلى قمه في العالم فانا لله وانا اليه راجعون؟ راجل روح البيت لقى ابنه نايم على الارض وماسك الموبايل وعمال يتفرج عليه، فابوه بيقول له انت مالك نايم زي الستات الحامل ليه كده؟ الواد زعل قوي من كلام ابوه، فابوه رجع تاني قال له انت زعلت؟ قال له لا يا بابا مفيش حاجه. ابوه قال له بتاكد بس عشان الزعل غلط على الجنين. الستات عندهم مشكلتين في حياتهم، المشكله الاولى ما عندهمش دولاب يكفي الملابس بتاعتهم، والمشكله التانيه لو خارجين في اي خروجه ما عندهمش ملابس عشان يلبسوها. صح يا ست انت وهي؟ واحده بتحكي لابنها حكايه قبل النوم وابنها رخم قوي. الام بتقول له كان يا مكان؟ قال لها مكان ميه؟ قالت له فيه بيت صغير في الغابه. قال لها بيت ميه؟ قالت له بيت الاب والام. قال لها ما عندهمش عيال؟ قالت له لا ما عندهمش عيال. قال لها ليه؟ قالت له ما تسمع وانت ساكت. قال لها طيب. قالت له في يوم من الايام. قال لها يوم ايه؟ واحد منوفي بيقول لصاحبه الشرقاوي تعرف القشعريره ودقه القلب اللي بتجيلك بقوه وانت بتتكلم مع حد بتحبه؟ فصاحبه الشرقاوي قال له اه. قال له اهو نفس الاحساس بحسه لما حد بيقول لي انا عايز اكل معاه.